اخوات واخواتي، كما راكم تشوفوا معايا اليوم انا راني نخدم في المقروض. والمقروض هذا راه عنده اسرار كبيره بطريقه التحضير نتاعو كيفاه ديروها، ماشي غير اروحوا قولي راني جايه راح نخدم المقروض. طبعا انا درت له 3 كيلات، يعني 2 كيلات سميد، والثالثه قسمتها نص سميد ونص فرينه. يعني هذه طريقتي انا الخاصه، وعندي يعني كذا انواع من طريقه تاع المقروض راهم في القناه. عندي كذلك نعمل فيه الرشه تاع الملح، المغرفه تاع السكر، المغرفه تاع الحليب، الغبره، البودره لحظه، ونبسس كيله تاع سمن فايضه بالزيت وتخليوه يبات ليله كامله. وكي بات الصباح تخدميه، تدفي الماء والمزهر وتخلطي العجين، تخلطيه بشويه. ودوك نعطيكم واحد السر هكا باه تعرفوا كيفاه العجينه تاع المقروض ما تتفتتش ولازم تصلح لك حتى ويعود مبسس. انا كما راكم تشوفوا العجينه نتاعي راهي مبسه، والسر تاع المقروض ما راهوش في المقادير، السر نتاعو في طريقه التحضير. كي تعملوه كيما هكا بهذه الطريقه وما يتفتحش معاك، عارفيه هنا يعني راهو ماهوش محتاج الماء. واذا تفتت معاك الحبه دوك نوريكم، تعملوا هذه العجينه هكا، تعمليها على شكل كوريه هكا هكا، يعني معناتها راهو يعني ماشي مخصوص ماء. واذا درتي بهذه الطريقه الثانيه، درتي ومعجنتيهش مليح ودرتي كيما هكا والشقاق لك كيما هكا، عرفيه هنا بلي محتاج الماء. هذه هي النصيحه اللي نقولها لكم، تعملي بهذه الطريقه هكا. يعني كل واحد وطريقته كيفاه هي موالف يخدموا، ولكن المقروض عنده اسرار خاصه به، يعني مش غير اللي يجي يخدموا. انا نعمل عندي هذو، ولكن انا نحب هذا القديم تاع بكري نستعمل هذا. وعندي كذلك هذا، نعمل بهذه الطريقه هكا. وبعد نضغط هذو من على الجوانب باش ما يخرجوليش. نعمل هكا هذوك الجوانب ندخلهم هكا باش ما نحي حتى حاجه. تعملوا هذه الطريقه بالمسكه وترفدوه. اللي تحب الغرس فيه بزاف تكثر، واللي ما تبغيش كل وحده وكيفاه الطبيعه نتاعها وكيفاه تربى كيفاه تاكل المقروض نتاعها.
ليسونسيال. دوك نعد لكم انا البلاطات اللي درتهم ومازال راح نزيد يعني. شوفوا انا كيف راني نسرجي فيه بهذه الطريقه هكا. وهو في الحقيقه المقروض كيفاه نسرجيوه نستفوه، نخليو شويه لي سباس لهنا. وفي هذو الحبات يعني هذه المعلومه ربما كاين اللي يعرفها كاين اللي ما يعرفهاش. هذو الحبات تقربوهم لبعضهم باش هكا الغرس ما يشيحش، وتعملي هكا بهذه الطريقه تخليهم لي سباس هكا باش يطيبوا على الجوانب، يعني تدخلهم النار ما يجيوكمش يعني عجين. انا راني كملت البلاوات نتاوعي راكم تشوفوا كيفاه درتهم. طبعا ندخلهم على نار قاويه، يعني يكون مسخن الفور مليح باش يطيب لك يتحمر لك ويعني الاحمرار. اني ضفت له ملعقه تاع السكر والمغرفه تاع الحليب بالغبره راح يحمر لك المقرض نتاعك. وانما على حسب كيما تاكليه انت، يا احمر بزاف يا وردي يا كل وحده كيفاه بغاتو. دوكا ندخلو للفور يطيب ومن بعد نعاود نرجع لكم. انا راني زدت عملت الطابع هذا الدوزيام وعملته بهذا الشكل. طبعا مش راح نخليه كيما هكا، رايحه نعمل له ننقشو نحكم هكا باش ما تضلي تفزدي الحبه وتنحي الزوائد. ديري هكا بالنقاش شوفوا الحبه كيفاه جات هكا، وتكملي بهذه الطريقه. هذا الطابع يعني خذيت الا الخطوط نتاعو برك كما راكم تشوفوا. هذو اللي درتهم انايا بالنقاش. عندي نصيحه فقط، كي تحطوهم في البلاطو المقرض، كي تحطوه في البلاطو لازم تخليوه يريح قبل ما تدخلوه للفور يطيب، لازم يرتاح فتره هكا شويه ومن بعد ترجع لكم تشوفوه معايا كيفاه طيبتو كيفاه درتو. انايا كما راكم تشوفوا راني طيبتو وحمرتو، وهذه هي النتيجه نتاعو كيفاه جا. يعني ما شاء الله ما شاء الله جا هايل هايل. وعندي طريقه واحده اخرى اللي نديرها لكم. هو يخرج من الفور من الكوشه سخون، نعمل عليه المزهر بهذه الطريقه هكا، الرش يعني رشه خفيفه ماشي بزاف هكا. ونخليه يبرد ونكمل نطيب الاخرين وبعد نوريه لكم في طبق التقديم. انا كما راكم تشوفوا معايا كملت المقروض نتاعي. طبعا النقاش والنوع الاخر تاع الطابع العادي التقليدي. دوكا نعسل لكم حبات وتشوفوهم معايا، واللي يعجبها الفيديو واللي يعجبها المقروض تكتب لي في لي كومونتير اذا حبت الطريقه، راح نحط لكم الطريقه وحبيت نكون يعني نشوف التفاعلات نتاعكم وشحال. اذا ما حبيتوش ما بغيتوش انتم احرار. دروكا انا نعسل لكم حبات. تشوفوا العسيله اللي تباع لبرا عادي، انا ما خدمتهاش، ضفت لها قليل من المزهر ونضيف الحبات لانه المقروض هذا مبسس بزاف ويذوب في الفم، تمسيه في يدك يطيح. لازم غير تسقيوه، يعني ما نظنش راح يتشربوه بهذه الطريقه ويصلح. كما كان نسيت فيه غير بشويه، ولا حبيتوه يعني تحمروه حمروه، حبيتو تخليوه بيض خليوه. يعني هذا الذوق والاختيار تاعكم كيفاه تاكلوه، كل واحده كيفاه. كما هذا تاع النقاش ثاني حاجه خفيفه برك هكا، ونخليوهش يشرب بزاف لانه راهو مبسس. زيد وحده
واللي حابه الطريقه، راه المشكل ماشي في المقادير، راه الطريقه. المقادير تقدري ديري اي مقادير تاع اي مقروض، ولكن هذه الطريقه هي كل شيء. دوك نوجدوا نعسلوا ونعاود نرجع لكم. كما راكم تشوفوا انا دروك عسلت حبات، يعني مانيش راح نديرهم كامل. نقول لكم دوك نفتح لكم وحده تشوفوها. هاي بالراهي بسهوله تفتح. هي شوش لدرجه انكم ما تصوروش. شوفوا التعمار نتاعو تاع الغرس كيفاه جا، ها هو يتفتت. هذا هي كيفاه جا المقروض نتاعي. نقول لكم ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. ما تنسونيش الاشتراك للقناه مع الاحباب والاصدقاء، مع فيديو جديد ان شاء الله. وكما قلت لكم اللي حبت الطريقه تكتب لي في لي كومونتير، انا راح نكون تحت الامر بالجميع. وشوفوا كما هذا تاع النقاش ثاني كيفاه جا. نقول لكم صحة فطوركم والى الملتقى ان شاء الله. يا ليلى وصلت على نبي